بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر معروف كان يعني آه، جاء أظن قبل ابن تيمية، يمكن ما أذكر متى توفي. البوصيري، الشاعر البوصيري بوصير نسبة إلى مدينة في مصر يقال لها بوصير، خرج منها عدد من الصالحين، منهم هذا الرجل يقال له شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري. القرن السابع أو الثامن، الله أعلم، ما أذكر، لا أعلم. المهم يعني في الفترة هذه تقريبا. هذا الشعر كتب قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كلمات مؤثرة وحزينة. وهو رحمه الله يعني من شدة ولهه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمات فهمت أنها فيها شرك وكفر بالله وغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقام بعض مشايخنا أبو محمد وغير أبو محمد في أثأر كلاما يفيد أن هذا رجل مشرك وكافر، هذا شرك بالله واستغاثة بالنبي، أعطى للنبي شيء من صفات للإله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يكون إلا لله. وسبق في ذلك مشايخ علماء في السعودية، والألباني سمعته كذلك ويقول في أحد كتبه ذلك، ينتقد عليه هذا الرأي أن هذا عنده شرك الربوبية. البوصيري وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد أيضا ينتقدون هذا الشاعر البوصيري. ولكن لنقرأ نشوف شو يقول، وهل هناك أحاديث وآيات تدل على ما يقول وتبرئه من الكفر. نرى. يقول قصيدة طويلة، لكن مما الأبيات التي أخذوها عليه وكفروه بها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، إلى آخرها. لاحظوا، الرجل يستغيث بالله يعني ختمت لك، تعمدت أن أزيد على الأبيات التي أخذوها عليه وكفروه بها، زدت عليها كلام يدل على أن الرجل متمعن ومترسخ في التوحيد. الرجل مترسخ في التوحيد والاستغاثة والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه جل وعلا. لكن إن قلتم يا أكرم الخلق، يعني الخلق المخلوقات، يعني أكرم الخلق محمد، هو أكرم من خلق الله في العالم، ما لي من ألوذ به سواك، يعني سواك الكاف هي ضمير. قال المكفرون تعود إلى محمد عند حلول الحادث العام، عند مصيبة الكبيرة، احترق بيتي، مات أهلي، استمرضت مرضا شديدا، أسرت وظلمت، أخذ مالي و غيرها من المصائب والكوارث تأتي على الإنسان. إذا حصل حادث عظيم عم هذا الكرب لي علي وعلى الناس. ولن يضيق رسول الله جاهك بي، جاه النبي منزلته عند الله، لن يضيق رسول الله جاهك، لن يضيق جاهك يا رسول الله بي، فأنت إذا الكريم به، يعني أنت تساعدني. هذا أظن في الجاه، طبعا جاه النبي منزلته عند الله. عندما أطلب من الله أسأله بجاهك يا محمد، إذا الكريم تجلى باسم منتقم، هذا الله يريد أنني سوف ألجأ إلى الله وينتقم لي ممن يظلمني، ولن أن أسأله بجاهك يا رسول الله.
وهذه يراها ابن قدامة رحمه الله والشوكاني وجمع يرون، وأيضا ابن الجزري في الحصن الحصين ومختصره عدة الحصن الحصين، يرى أن يجوز أن التوسل بالنبي أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام الزرقاني صاحب شرح الموطأ توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صاحب مختصر البخاري الزبيدي توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صاحب مختصر الفقه الحنفي تنوير الأبصار في الفقه الحنفي أيضا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسألك اللهم بنبي، هذا معناه، هذا هو معناه. والحنابلة كثير من يجيزونه، اللهم أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي التوبة أن تغفر لي. وعندهم دليل حديث الأعمى في سنن الترمذي وصححه الترمذي، وقالوا هذا ليس خاصا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب مطلق. إذا يقول النبي علمه توضأ وصلى ركعتين ثم توجه إلى القبلة وقل الدعاء اللهم أسألك من نبيك نبي التوبة نبي الرحمة أن ترد لي بصري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرد له بصره. أسألك من نبيك بجاه المنزلة بالنبي يا رسول الله، أسألك اللهم بالنبي، أسألك الله أن السؤال هو المسؤول هو الله وليس هو النبي. نعود، يا أكرم الخلق ليس ما لي من ألوذ به سواك. يعني هل يجوز أن ألجأ إلى الرسول في حال المحنة والكربة؟ طبعا ورد هذا في حياته صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي أن رجلا أعرابيا من أهل البادية دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكان واقفا رسول الله على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الديار فاستسق الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فسأل الله تعالى الماء السقيا. يقول فلم ينزل، يقول الصحابي الذي روى الحديث لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى تجمعت السحب وأغاث الله الناس المدينة ومن حول المدينة. جاء المطر وأغاث الله سبحانه وتعالى بهذا المطر بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الشاعر البوصيري يقصد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان الناس يلجؤون إليه في شدائدهم فيدعو لهم فيستجيب الله دعاءه، هكذا يقصد. وأيضا ورد عند ابن كثير وأيضا عند البيهقي وعند ابن أبي شيبة وعند ابن حجر أيضا أن صحابي اسمه بلال بن الحارث، قال ابن حجر وابن كثير القصة إسنادها صحيح. بلال بن الحارث أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، يوم صار مجاعة في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر جاء إلى بلال بن رباح، جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى في المنام أن رسول الله يقول له صلى الله عليه وسلم إنكم مسقون. فذهب إلى عمر فقال له ما رأى، فدعا دعاء صلى بهم صلاة الاستسقاء وأمر العباس أن يستسقي لنا فاستقاهم الله تعالى بغيثه. انظر إلى الشاهد من القصة أن بلال بن الحارث قال يا رسول الله استسقي لأمتك. حتى بعد حياته كان بعض الناس يرجعون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يسأل الله لهم، يستسقي لنا، يعني يا رسول ادعو الله وأنت أنت في روحك في البرزخ أن يسقينا الله تعالى. هذا هو يقصد، هذا هو مقصد ودليلان يدلان على أن كلام البوصيري وإن كان يقصد البوصيري في الدنيا فدليله هو حديث قصة الأعرابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم فأغاثهم الله، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصة بلال بن الحارث الصحيحة. ومن ضعفها فقوله هو قوله ضعيف، من ضعف قصة بلال بن الحارث وهو ضعيف، هو الضعيف. قصة بلال بن الحارث صحيحة، صححها ابن حجر وابن كثير. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إليه بلال بن الحارث حادث العم حادث الرمادة، فأغاثهم الله تعالى بفضل دعاء النبي وهو في البرزخ. استسقى الله تعالى، سأل الله فأغاثهم الله تعالى بعد أن استسقى عمر، والحمد لله برأ. كذلك علوم كعلم اللوح والقلم أن الله علمه علم الآخرة، علوم أشراط الساعة. هذا المقصد والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.